السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم منى عثمان. اكيد نسيتوني بس انا فاكراكم مش ناسياكم. طبعا زي ما قلت لكم اخر فيديو ليا اللي انا بنزل الحديقة اللي عندنا في بورسعيد اسمها المنتزه، وبعمل فسيخ ورنجة سندوتشات بقى من كل حاجة. وكمان بيبقى معايا الفسيخ، ما كنتش باخد معايا الفسيخ السليم، بس ابتديت اخد معايا الكيلو سمكتين اهو، وباخد المثلثات معايا المخلي وسلطه الرنجه والبطارخ، كل دوت على الترابيزه المتواضعه بتاعتنا اللي بننزل عليها ونقف في المنتزه. دلوقتي بقى حازم معايا هو اللي هيشتغل سندوتشات دلوقتي، وهنشوف مع بعض. حازم هو شغال سندوتشات فسيخ ورنجه. ظبط لها الاثنين فسيخ عليهم البصل والليمون وطحينه. شوفوا الفسيخ بتاعنا يا جماعه، الورد التحفه ده. حازم شغال اهو. بصل بقى وتظبط الحكايات. شوفوا البصل، ده السندوتشات بتاعتنا يا جماعه، بنعملها بكل حب وكل جمال وكل يعني نظافه زي ما انتم شايفين كده. ايه رايك يا حازم وانت شغال؟ فسيخ بنحط كده، هو بتاع الفسيخ. حلوه دي. الناس داخلين يقولوا هو ده بتاع الفسيخ. حازم اتشهر، حازم اتعرف الحمد لله وبفضل الله. قعدنا حوالي 6 شهور بننزل المنتزه، الحمد لله رب العالمين شغالين. اتعرفنا بنظافتنا والحاجه الجميله بتاعتنا. ده الفسيخ بخليه في البيت وبعمله زي ما انتم شايفين كده، بيبقى حاجه كده تسهل للواحد الاكل. مفيش عظمه، مفيش ريش، مفيش اي حاجه. انا صورت لكم قبل كده اخر فيديو وهو موجود الفسيخ بخليه ازاي وبعمله ازاي. شوفوا الجمال، شوفوا الساندوتش، شوفوا الجمال. لسه بس الليمون والطحينه كده، خلاص كده. الطحينه بقى دي اختياري، بنحط الطحينه اختياري. شوفوا الليمون، شوف منظر السندوتش. عسل عسل، يا لهوي على الطعامه. قرب كده يا عمر. شوف يا جماعه، شوفوا الشغل حازم العالي. انا يلا حلو. هنعمل بقى سلطه الرنجه. شوفوا يا جماعه سلطه الرنجه، طبعا هي المثلثات خلصت، بس احنا شغالين دلوقتي سندوتشات بس. انا بعمل سلطه الرنجه احنا شايفينها قبل كده زي المثلثات زي دي، وهي والبطارخ، بس خلصت. ودلوقتي هي دي سلطه الرنجه، بتبقى معموله بالطحينه. شوفوا الساندوتش اهو، يا جماله يا جماله، يا حلاوته يا حلاوته. ايوه بقى، حركات حازم وجمال حازم. مش لسه فاتحه شوف الساندوتش، ما بكمل الفيديو. انا بعمل فيديو عشان انزله بقى على القناه، فيديو حلو قوي. تعالوا يا جماعه بقى ما افرجكم على الحلو بتاعنا. انا وريتكم الحادق والترابيزه بتاعت المتواضعه. لا خليك انت مع حازم. خليك انت. غلف حازم السندوتشات دي بتاعت الاوردر اللي محجوز. واحنا تعالوا في اوردر تاني حازم بقى. استنى قلعت الجلافزات. في سندوتش سلطه رنجه مطلوب مع مثلث فسيخ. مثلث ولا فسيخ؟ مثلث فسيخ ومعاه سندوتش سلطه رنجه. جهزوا عقبال ما نتكلم، وتعالوا اقول لكم على مفاجاتي مع ابني ومرات اخويا. تعالوا بقى شوفوا الجمال ده يا جماعه. شوفوا بقى الحلاوه والجمال ده. ابن مصطفى ربنا يبارك لي فيه كبير، عامل شغل حلو جدا، شغل حلو. يعني اللي بيجي يقف على الترابيزه بتاعتنا وياكل السندوتشات بتاعت حازم الفسيخ والرنجه، ويطلب الحادق بتاعه والبصل والدنيا بقى والحركات، ويجي عنده مصطفى ويطلب منه الكبات العسل دي. شوفوا الجمال ده، كبات عسل حاجه كده، كبات سباسيتو شوكولاته وكريمه وحاجه جميله بصوصات مختلفه. وكمان في تشيز كيك، وفي بالتوت، وفي بالكراميل، وفي بالشوكليت، حاجه جميله جدا رهيبه. وكمان عامل كلير بالقطعه
للي يحب ياخد من الاطفال والناس اللي بتبقى ماشيه والناس اللي بتطلب. دي ترابيزتنا متواضعه، وكمان مرات اخويا عامله شويه حاجات لزوم الشتاء بقى والدفا. قرصه جميله جميله جدا اهي. دي قرصه البورسعيديه يا جماعه، في ناس كتيره. يا حازم سندوتش سلطه فنجة مع مثلث، ده اوردر لوحده. شوفوا بقى ده موغات، شوفوا الموغات بقى وجماله ده. شوفوا موغات ومعاه المكسرات، وفي حلاوه سودا. ايه رايكم بقى يا جماعه في المشروع بتاعنا وبتاع مرات اخويا وبتاع ابني الحلو البسيط ده؟ احنا من اول الصيف، انا بقالي 6 شهور مع الفسيخ والرنجه بس، اللي انا كنت قايله لكم قبل كده، اللي انا الترابيزه اللي كنت ببيع عليها فسيخ ورنجه. واحده واحده ابني فكر في حبه الكبات دي، عشان بقت ناس تسالنا مفيش حاجه حلوه، مفيش حاجه ان الواحد يتحلى بيها. ابتدى يعمل لنا شويه الكبات والحاجات الحلوه دي. رجعت تاني بقى مرات اخويا، دايما انا معايا الجروب بتاعي بتاع الاكل البيتي، دايما شغاله في حكايه الحلاوه السوداء والموغات والقرصه. قلت طب يلا تعالوا نفكر ونحط الحاجه جنبنا على الترابيزه، والارزاق بيد الله، وكلنا نرزق، وكلنا ربنا يبارك لنا يا رب ويرزقنا جميعا. طبعا الحاجه ما شاء الله عليها اقبال جامد، والحاجه الناس كلها معجبه بيها بفضل الله. اللي ما يعرفش القرصه دي، قرصه البورسعيديه، حاجه كده بالتحويجه بتاعه الموغات، وحاجه خطيره جدا. دي لزوم الدفا بتاع الشتاء بتاعنا البورسعيديه. وعندنا كمان الحلاوه السوداء بقى. بصوا الجمال ده، بصوا الحاجه الخطيره دي الحلاوه السوداء، او اسمها المفتقه. في ناس بيقولوا عليها مفتقه، في ناس بيقولوا حلاوه سوداء. ما اعرفش الاسامي بتاعتكم في البلاد بتاعتكم، كل واحد يقول ايه. احنا بنسميها الحلاوه السوداء في بورسعيد. ايه رايكم بقى في الفيديو بتاعي ده؟ وده مشروعنا البسيط اللي عاملينه انا واولادي ومرات اخويا. ربنا يوفق جميعا يا رب. الحاجه بتاعتنا يا جماعه اهو. بقالي زمان ما بنزلش فيديوهات، علشان بجد مش بلاقي خالص في تفاعل معايا. القناه يعني شبه كده هتنعدم، يعني ما عادتش حد بيفتح خالص الفيديوهات، وما فيش عليها اقبال خالص. بجد زهقت ان انا انزل فيديوهات، علشان كده ابتديت تاني. ناس كتيره بتشجعني ان انا انزل فيديوهات. حاولت بقى وانا واقفه كده وانا شغاله ان انا نعمل فيديوهات بسيطه كده ليكم وتشوفوها وتقولوا لنا رايكم فيها. ما تنسوش بقى الحاجه الجميله بتاعت حازم اهو، فسيخ والرنجه. ده الفسيخ المخلي يا جماعه اللي بنعمل منه السندوتشات. حاجه شوفوا اللون الوردي بتاعه، شوفوا الجمال، شوفوا حاجه كده جميله قوي. بنعمل سندوتش بيبقى عليه البصل وعليه الطحينه وعليه فلفل وخيار، يعني بنظبط السندوتش حسب مزاجك. كمان اللي عاوز فسيخ سليم بنسيب له الفسيخ السليم، يعني اي حد عاوز اي حاجه. اهي ترابيزه متواضعه بس الحمد لله، الشكر لك يا رب، عليها اقبال حلو بفضل الله. عاوزه اقول لكم ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.